مصر والكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017. صلاح كان لسه في بدايته وكان داخل على موسم الانفجار مع ليفربول. منتخب مصر ما كانش مرشح انه يوصل للنهائي، بس المنتخب عمل بطولة كبيرة. لايك وصلى على الحبيب ويلا نشوف ايه اللي حصل. أول لعبة لمنتخب مصر من عبد الله السعيد وتسديدة حلوة، ولكن الحارس يمسكها على مرة واحدة. الكاميرون ترد عن طريق سياني بتسديدة سهلة في ايد الحضري. الكاميرون بتضغط وتاني كرة بتسديدة بس بعيدة، ولحد دلوقتي الكاميرون ما عملتش اي خطورة على مصر علشان منتخب مصر يرد على الكاميرون. وصلاح باسيست رايق لمحمد النني في المساحة الفاضية، وكلنا قلنا اكيد هيلعب عرضية، بس النني على طريقة تريكا بيخدع الكل ويحط واحدة في الضيقة. هدف اول لمنتخب مصر جاي في وقته، والنتيجة 1-0 لمصر. الكاميرون ترد والحضري بيغلط في كورة، بس لاعب الكاميرون ما تستغلهاش. التانية من كرة ثابتة بس بعيدة تماما عن مرمى الحضري، وهجمات الكاميرون غير مؤثرة. عبد الله السعيد بيلعب اسيست حلو بس بعيدة شوية عن صلاح، وبيخلص الشوط الاول ومصر تقريبا عملت اللي هي عاوزاه وخارجة متقدمة بهدف. ونبدأ شوط تاني كارثي، وعلى طريقة الشوط الاول عبد الله السعيد اللي بيبدأ بالتهديد، بس المرة دي بعيدة عن المرمى. الكاميرون كان ردها قاسي، وكرة عرضية بتتلعب فوق المدافعين وبيطلع ليها نيكولاس وبيحط الهدف الاول في مرمى منتخب مصر. هدف كان يقدر يخرجه حجازي بسهولة لو كان طلع للكورة، بس حجازي حجز عليها ومرضيش يعمل ارتقاء. كان على الاقل لو طلع كان هيضايق لاعب الكاميرون وما كانش هيخليه يلعب الكرة بالشكل ده، ولكن النتيجة 1-1 والتعادل بيرجع تاني. الكاميرون بدأت تلعب على الكرات الثابتة والعرضيات، وهي سلاحها دلوقتي في المباراة. بتضغط الكاميرون اكتر بس كورها مش مؤثرة خالص على الحضري. اللي بعدها نفس الكلام، اي حاجة بعيدة وبره خالص من اللاعب زواه. الكاميرون بتقرب وكرة تانية بتقلش من اللاعب موكانجو وبتروح في السماء لحد ما تيجي الكرة القاتلة، وبمنتهى السهولة أبو بكر بيشمس علي جبر اللي كان اسمه وقتها وزير الدفاع، وبيشمسه في مكان ما ينفعش حد يرقص فيه، ويحط كرة في مرمى الحضري. وحجازي واحمد المحمدي قاعدين بيتفرجوا على الجول، وبالتحديد احمد المحمدي اللي سايب الهجمة وبيرفع ايده وبيقول اوفسايد. لاعب هاوي ودايما بيبقى ثغرة في اي مباراة بيلعبها مع منتخب مصر. علشان بقى تخلص المباراة بفوز الكاميرون على مصر 2-1، وتفوز الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية 2017. مباراة كانت سهلة لمنتخبنا، وكان سهل انك انت تاخد البطولة، ولكن الاخطاء اللي عملتها لاعبتنا خلت بطولة زي دي مهمة تضيع علينا. لايك واستنى الملخص الجاي يا وحش.